السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا الشنطة دي هتتصدموا ان احنا عاملينها من ايه. انا نفذتها من حاجات كتير بنفس التصميم ده بالظبط، بس النهارده حابه اشارككم الفكره بالطريقه اللي انا نفذتها بيها. بس حبيت افك معاكم الشنط زي ما انا وعدتكم في الفيديو اللي قبل كده ان انا هفك معاكم شنطه. النهارده هنفك مع بعض الشنطه دي شنطه قديمه موجوده عندنا خلاص مش هتستخدم. كل التفاصيل اللي فيها اللي ممكن ان انا اقدر استخدمها فكيتها منها زي ما انتم شايفين كده. التفاصيل الاكسسوارات الصغيره، ولو كان السوستة فيها هنا كانت كويسة كنت كمان هفكها معاكم، بس سوس الشنطة دي ما كانتش افضل حاجة فما احتجتش ان انا اخد منها سوسة. خدت منها الظهر ده كامل لان الظهر ده كله فيه بطانة انا بستخدمها في الشغل بتاعي، وفي بطانات داخلية جواها كمان خدتها منها، دي برضو بنحتاجها في الشغل معانا هنا. الشنطة دي انا حتى هقص معاكم عليها مع الظهر، والمقاسات بتاعتها هقصها معاكم على المقاس على الشنطة الجديدة اللي احنا هنعملها. شفتوا كل الاكسسوارات اللي انا بشيلها دي اي قطعة منها مش اقل من 10 جنيه في السوق. بس ان هنا انتي هنا بتاخديها من الشنطة من غير فلوس خالص، بدل ما بترميها مع الشنطة وما بتستفاديش منها. بس هنا انتي هنا هتستفادي منها وهتعيدي تدوير الحاجات دي بدل ما ترميها. بس احنا معانا في الفيديو ده انا مش هستخدم اللي انا فكيته معاكم ده، انا هستخدم بتاع شنطة تانية بس للأسف ما صورتهاش وانا بفكها. كل ده انا فكاه من شنطة تانية هنستخدمه في الفيديو ده، لان القماشة اللي احنا هنستخدمها هيليق عليها اللون ده اكتر. كل التفاصيل دي هنستخدمها مع الشنطة الجديدة. زي ما انتوا شايفين كده كلها حاجات مفكوكة من شنطة قديمة كانت موجودة عندي. هنعمل ايه؟ عندنا البنطلون ده في قطع، القطع للأسف مش هينفع يتعالج والبنطلون جديد، فحبيت ان انا اعمل منه شنطة نستفاد منها. زي ما انتوا شايفين كده تنينا البنطلون وقصينا الجزئين اللي هيبقى هو هيكل الشنطة زي ما انا قست معاكم الطول بتاع الجزء اللي انا قصاه من الشنطة القديمة. هنبتدي نفك البنطلون، ولازم نعمل حساب يا جماعة ان احنا يكون الجزء اللي انا بقص منه، لما انا مثلا بقص لقطعتين في الشنطة، قطعة الظهر والامام، احاول ان هما يجوا الاتنين من لون واحد من القماش. زي ما انتوا شايفين القماش ده بيبقى فيه جزء ابيض وجزء لونه يعني لون الجينز، وفي جزء منه بيبقى يعني بيبقى باهت كده من اللبس وكده. لازم وانا بقص ابقى حريصة ان القطعتين اللي انا بقصهم يبقوا من الوان متقاربة، بحيث ان الفينش معانا يبقى افضل حاجة من الحاجة اللي موجودة معانا. زي ما انتوا شايفين هنا برضو الخياطة اللي كانت موجودة في البنطلون حاولت ان انا اخليها في وسط القص. وزي ما انتوا شايفين معانا طرحة قديمة برضو ما بنستخدمهاش، هنستخدمها بطانة للشنطة لان احنا هنحتاج نبطن الشنطة. الجزء بتاع التبطين ده كان معانا طبعا في الفيديو بتاع الشنطة السوداء قبل كده، لو انتي متابعاني اكيد هتكوني اتفرجتي عليه، ولو ما شفتيهوش هسيبهولك في صندوق الوصف، ارجعي له هتستفادي منه جدا ومن جزء التبطين ده بالذات. هنا طبعا الثلاث طبقات المعتادة اللي هي البطانة والحشو والقماش اللي معانا بتاع الشنطة الخارجي. بعد كده هنقص الجزء بتاع اليد بتاع الشنطة، برضو هجيب اليد اللي انا لسه قصاها واقص عليها. الموضوع بسيط جدا، هناخد نفس الطول برضو ونفس الفكرة هنقص عليها زي ما اتفقنا ان اي قطعتين نحاول ان الالوان تبقى متقاربة. هنقص الجزء بتاع اليد ده بنفس الطريقة. هنا الجزء ده بيتقص بسهولة عن كده لان هنا في التصميم طبعا بيبقى تقفيل مش كله من نفس الخامة، فبيبقى معمول على هيئة القص، فاحنا هنا بنقص بالطريقة دي. كل التفاصيل اللي انا بعملها دي صدقيني الفينش هيعجبك جدا، بس تابعي الفيديو خطوة بخطوة معانا وتابعيه للاخر هتنفذيها بكل سهولة. انا هنا في الفيديو ما حاولتش اشيلك اي حاجة من الفيديو، مع انه هو ده كان مجهد عليا جدا في التصوير وكان طويل جدا طبعا خد مني وقت طويل، بس حاولت ان انا ما اشيلكيش اي تفصيلة من الفيديو. هنا الجزء ده بتاع الجزء ده انا عايزه اعمل السوستة، الجزء بتاع السوستة والجناب، فهنا كان لازم افك ده عشان اخد اطول قماشة ممكنة.
الجزء ده هيبقى طبعا فيه عيب، اللي هو لون المكان الجيب، اللون مكان الجيب ده هيبقى عائق بالنسبه لي. هتشوفي هنعالجه ازاي على المكنه برضو. تابعي الفيديو معانا للاخر وانتي هتشوفي كل التركات دي، قدرنا ان احنا ازاي نطلع الشنطه يعتبر لون واحد، مع ان هنا زي ما انتي شايفه في عيوب طبعا في القماش بتواجهيها. هنا هنقص الجزئين دول، هيبقى كده معانا الجناب والجزء بتاع السوست، وهنا الجزء اللي احنا بنقصه ده الجزء بتاع قاعدة الشنطة. هنحط لها برضو حشو ونبتدي ان احنا نقفله. وهتشوفي برضو ازاي كان الحشو واقف واحنا شغالين على المكنه ابتدينا نضيف لها ايه. هنا الجزء ده بقى طبعا الجزء اللي احنا ان احنا يعني اللي متابعني برضو عارف احنا بنعمل الجزء ده ليه. الجزء ده بنعمله ان احنا نثبت بيه البطانه بتاعه الشنطه. هنا بيبقى برضو على حسب رغبتك، انت حابة مثلا تعملي رسمة، حابة تضيفي جيب للشنطة خارجي، حابة ان انت تعملي برسمة مختلفة او خطوط مختلفة عن اللي احنا بنعملها دي زي ما تحب. ده الوش انا عملته بالطريقة دي سمبوكسات. وهنا الظهر عملته 3 خيوط في الستارت، وعملت كذا خط عشوائي زي ما انت شايفة كده. وهنا نبتدي ان احنا نشتغل الشغل ده كله على المكنه. هبتدي ان انا اثبت ال3 طبقات. هتقولي لي هنا ليه طيب انت ما قصتيش البطانه والحشو بتاع الشنطه؟ لاني هنا عندنا قلت يعني انت مثلا وانت شغاله ممكن تتحركي شمال يمين، فيبقى انت معاكي الزيادات، والزيادات كده كده انت بترجعي تفرغي للشنطه فهتقصيها كده كده. لان زي ما احنا متفقين برضو معانا في تبطين الشنط، هتلاقي ان احنا بنسيب نص سنتي للخياطة. بنبتدي ان احنا ايه واحنا رايحين جايين بنحاول نسيبه، وفي نفس الوقت بعد ما بنخلص بنبتدي ان احنا نقص. ده تفريغ للتنظيف بتاع الشنطة والخياطة. احلى فقرة بقى الفقرة دي طبعا ان انتي بتبتدي ان انتي ايه تعدي هيكل الحاجة اللي انتي عايزاها. التصميم بيبتدي بقى يظهر ويبان اكتر. الشنطة دي فكرتها أطول شوية لأن تفاصيلها كتير، وفي نفس الوقت التفاصيل بتاعتها مش هتبقى مرضية ليكي إلا لما تطلعيها بالطريقة اللي انت هتشوفيها دي. يعني ليه بقى؟ لأن انت متعودة على شكل الشنطة بشكل معين، اليد بشكل معين، فانت بتبقي حابة ان تشوفي ده فعلا. عشان تشوفي ده لازم تتابعي التفاصيل قوي يعني، ولازم تكوني يعني ايه يعني ماشيه خطوه بخطوه كده وبتنفذيها خطوه بخطوه. احنا هنا كل الشغل ده بنحاول ان احنا نشتغل الشنطه. كل ما ندخل لجوه ابتدي ان احنا الشنطه تكون معانا بتخلص. يعني انت هتلاحظي في الاخر ان انت وصلتي ليها وهي خلاص مقلوبه، هيدوبك ان انت تيجي تعدلي الشنطه تلاقي معاكي شنطه. هنا زي ما اتفقنا قصينا على نص سنتي للخياطه، بس البطانه اللي احنا مركبينها ده النص سنتي ده قصينه من من الحشو، لكن البطانة عاملينها بنفس مستوى الشنطة، الهيكل الشنطة من بره، عشان خاطر طبعا في التنظيف بنجيب شريط تنظيف نبتدي ان احنا ايه نخيط ده كله في بعضه بحيث ان احنا يطلع معانا الشكل النهائي ممتاز. بتمنى لو وصلتي معانا لحد هنا في الفيديو تتابعينا على القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعد كده هنا بقى بنبتدي ان احنا نعمل التفريغ في الظهر كمان بنفس الفكرة اللي احنا لسه عاملينها في الوش بالظبط. هنا كل التفاصيل اللي احنا بنعملها دي، التفاصيل دي هتفرق معانا واحنا بنقفل الجزء ده. طبعا الجزء اللي احنا هنعمله بتاع اليد بتاع الشنطة، اليد اللي انت بتحملي منها الشنطة لو انت شايلها بصباعك او بايدك كده. الجزء هنا ده انا سبته عشان اوريكم ان ده جزء من الاخطاء. يعني ممكن وانت شغالة عادي يسهو عليكي ايه بعض الخطوات، بس انت بتتداركيها على طول عشان خاطر طبعا ان انت تقفلي الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها بتيجي ان هي ايه توقفك. هنا ثبت طبعا الجزئين اللي احنا قصينهم الشنطة. آه آه هنعالج المشكلة دي دلوقتي مع بعض زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنركب الجزء بتاع السوستة. جزء السوستة هنا انا قصيت من الطرحة برضو اللي احنا عاملينها في البطانة،
وعملتها لجناب السوستة. ليه عملت الجزء ده؟ عشان خاطر ان انا ماخدش من القماش خالص بتاع السوستة، يفضل العرض بتاع جناب الشنطة زي ما انا قصوه. ليه بقى؟ عشان خاطر ان احنا لو خدنا سنتي للسوستة وسنتي لقلبة السوستة هيقلل معانا في عرض الشنطة، وده اللي احنا مش حابينه. وطبعا احنا بنشتغل على قد القماش اللي طلعوا معانا البنطلون اللي معانا او ايا كان القماش اللي احنا بنستخدمه. بعد كده ابتديت ان انا اسبب بيها، وهنا لون الطرحة بصراحة كان موفق جدا مع السوستة، فكنت تحسي ان هو ايه النتيجة، ان اكن هو مش موجود خالص، بل هو ادها دعامة افضل في تركيب. الجزئية دي بقى هنا مهمة. الجزء اللي احنا زي ما اتفقنا ان احنا هنعالجه ازاي مكان صبغة الجيب. هنا خدنا الجيب هنركبه مكانها، وفي نفس الوقت هيبقى في مظهر الشنطة ان ده جيب في جناب الشنطة، زي ما انتي متعودة في شنط المدرسة ان بيبقى فيها جيب في الجناب. هو هيبقى منظر طبعا مش هيستخدم قوي، بس هيديكي حلية حلوة، وفي نفس الوقت هيغطي على العيب اللي احنا عايزين نعالجه. هنا برضو في تركيب هنا الجزء ده مهم، ان انت تركبي السوستة بالطريقة دي. بتدوسي على السوستة وبعدين ترجعي تركبي الشريط اللي احنا اتفقنا عليه ده، بتركبيه وبعد كده تعيدي عليها من بره. السوستة هنا لما بتركب بنظافة وثبات بتفضل معاكي، يعني بتقعد معاكي فترة طويلة. هنبتدي هنا نركب الجزء بتاع اليد. هنحط جوه سفنج بحيث ان احنا اي حشو عندك موجود، زي ما اتفقنا ان احنا الحشو ده تبع الموجود، ممكن يبقى قماشة، ممكن يبقى فايبر، ممكن يبقى فل، اي حاجة موجودة عندك. وزي ما احنا قفلنا في الجزء بتاع السوستة، هنقفل هنا برضو في الجزء بتاع اليد. هنقفل برضو بالطرحة، بنقص منها زوايا ونبتدي ان احنا نقفل بيه، وهيطلع معانا اليد زي ما انت شايفة كده. اليد هنا بقى هنبتدي ان احنا نفك مكان اليد اللي احنا عملناها قبل كده بالخطأ، ونبتدي ان احنا نركبها صح. هنركبها صح ازاي؟ هنحط الاول اليد بتاع الشنطة الاساسية، وبعد كده اليد الفرعية اللي هي الصغيرة دي نبتدي ان احنا نثبتها معانا. كل الشغل ده طبعا انتي واخداه من شنطة تانية، فبتبتدي ان انتي تركبيه بكل سهولة. لو مش واخداه بقى ابتدي ان احنا نقص الشرايط دي، هعملها معاكم في فيديو برضو، في شنط ببقى بصممها لكده مخصوص. بس كده هيكون معانا كده اليد ركبت والشنطة بدأت ملامحها تظهر. كده بقت هي عبارة عن 3 قطع بس او 4 بالقاعدة بتاعة الشنطة، عشان نبقى متفقين صح. هنبتدي ان احنا نثبت الجزء بتاع السوستة بالجناب زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي ان احنا نركب الظهر هو كمان. شايفين كده السوستة بقت تظهر ازاي. نبتدي نعمل القاعدة هنا البطانة اللي احنا قصيناها مع بعض للقاعدة موجودة اهي معانا، هنبتدي ان احنا نحطها. بس حسيت ان هي مش موقفة الشنطة، مش هتبقى ظابطة قوي مع الشنطة. حطيت الجزء ده جزء بلاستيك مقوى كده يسند الشنطة. لو انت مش عندك الاشعة بتاعت الاشعة دي، تقدري تحطي 2 دبل مثلا فيبقوا مساندين معاك. جزء التنظيف الشريط الاسود ده مهم جدا يا جماعة، لانه هيفرق جدا معاكي في شكل الشنطة الداخلي، وان هو يحافظ لك على عمر الشنطة عشان خاطر القماش ما يتبهدلش منك. جزء التنظيف ده برضو هنعمله في الاطار الخارجي للشنطة، اللي هو الواسع اللي احنا زي ما انتوا شايفين كده، هنركبه ليها برضو بعد ما نثبت الشنطة في بعضها كلها كده. برضو هنركب الشريطة السوداء دي من باب التنظيف للشنطة. هو بيحافظ على القماش وبيحافظ على التقفيل اللي انت عاملاه. يعني انت عاملة مثلا مفرقة جزء من جزء، وابتديتي تركبي الجزء ده بيحافظ لك على الشنطة. بتمنى اكون مش مطولة عليكم، بس هو فعلا الفيديو كان طويل غصب. حاولت ان انا ما اقصش منه كتير عشان خاطر ان انا اديكم كل التفاصيل اللي كانت فيه، وكل الحاجات اللي تقدري ان انت لو هتنفذيها هتطلع معاكي بشكل مثالي، ويبقى الاخطاء قليلة جدا. لو تابعت الفيديو خطوة بخطوة لحد الاخر صدقيني
هتلاقي الموضوع سهل جدا. كلنا عندنا نفس الحاجات اللي انا استخدمتها في الفيديو ده في البيت عندنا وبنرميها وبنهدرها، الا ان انت ممكن تطلعي منها حاجة جميلة جدا. الشنطة دي تنفع للمدرسة وتنفع للحضانة وتنفع لدروس، بس هي افضل في الدروس لان هي بجد بتبقى عملية وبتستحمل بهدلة الولاد، وفي نفس الوقت هي في المظهر هي جميلة جدا. بتمنى يعجبكم الفيديو، بتمنى ان انتوا لو حد نفذ الفكرة يبعتلي في التعليقات ويشاركها معانا، وصدقوني يعني هتنبهروا بالنتيجة. بتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا يكون عجبكم الفكرة وكنش طولت عليكم واكون ضيفة خفيفة عليكم. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم وتشاركوها معانا في التعليقات، وبتمنى تكون الفكرة وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم مع الشنطة بقى، سلام.